اسمعوا بعد كشف المؤامرة وتصريح ناري من نهيلة بنزيمة بعد الهزيمة ورد غير متوقع من وليد الركراكي للمغارمة. السلام عليكم وأهلا بكم. نهيلة بنزيمة تعتذر لجمهور المغرب: لم أتخيل تلك النتيجة. وتبكي نهيلة بنزيمة وتعتذر للجمهور. قالت نهيلة بنزيمة لاعبة منتخب المغرب أن زميلتها تركن بصمة تاريخية بعد مشاركتهم في كأس العالم للسيدات 2023 رغم الخسارة أمام فرنسا 4-0 في الثمن النهائي للبطولة. وأوضحت بنزيمة خلال تصريح للقناة الرياضية: كنا عارفين أن مباراة فرنسا ستكون صعبة لأننا واجهنا خصما عنيدا، لم أنتظر أن ننهزم رباعيا، كنا نأمل أن نظهر بمستوى أفضل من ذلك، لذلك أعتذر للجمهور المغربي. وكانت تبكي وهي منهارة. كما أضافت أن المشاركة رغم الخروج بهذه النتيجة كانت ناجحة على جميع المستويات. وأكدت: لا ننسى أننا شاركنا للمرة الأولى في المونديال وواجهنا منتخبات قوية لها خبرات طويلة في البطولة وهو سيزيد من تجاربنا. وقالت كمان نهيلة بنزيمة: سنواصل العمل بكل جدية، أؤكد أن المشوار الآخر سيبدأ من المونديال، ما زلنا نطمح في العطاء أكثر من الظهور بصورة جيدة خلال الاستحقاقات المقبلة.